يا مساء الفل. اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو عن الازايز برضو المستعملة. طبعا انتوا عارفين انها مادة خام حلوة جدا، ان احنا نقدر يعني ننفذ عليها اي عمل فني ونستخدمها في الديكور. ممكن نستخدمها كأباجورة، ممكن نستخدمها كديكور كشمعدان مثلا. ليها استخدامات كتير جدا حلوة يعني. وحاجة كده ممكن تكون مثلا بيبقى فيها أشكال حلوة، بالذات الأزايز اللي هي بتاعت المنكر دي بتبقى شكلها حلو قوي. فممكن بتبقى سطح جميل قوي ان احنا نزينه. تعالوا النهاردة هعمل معاكم فكرة حلوة قوي. الفكرة دي عجبتني. فاكرين لما كنا بنعمل الديكوباج على ظهر الطبق الإزاز الشفاف؟ احنا هنعمل الفكرة دي بالظبط بس على ظهر الإزازة. الإزازة هنا عندي، في عندي واحدة مدورة واتنين مربعين. هما المفروض كانوا يبقوا أكبر من كده شوية علشان يبانوا، لكن لما عملتهم كان ماشي الحال كويسين. يعني أنا كنت بحاول إن أنا إيه، أجرب الفكرة نفسها، فطلعت حلوة مش وحشة. بس لو هي أكبر، الإزازة أكبر من كده هتبقى أحلى. اوكي، يعني اللي يحاول يجربها يا ريت يكون في الازازه مربعه مثلا اكبر من كده، او اللي هي المدوره المستديره دي برضو تكون اكبر من كده بشويه. بنغسل الازازه كويس جدا، بنمسحها بالكحول، وبنبدا نلزق عليها الورقه البوستر اللي قدامكم ده ورق زبده. آه، لزقت حطيت عليه ورنيش مائي ولزقته على الازازه على طول. لزقته من قدام بس، يعني ما عملتش الورنيش من فوق. اوكي، زي ما انتم شايفين طريقتها حلوة جدا. هنزينها وهتبان كأنها يعني من جوه الإزازة، كأنها الرسمة جوه الإزازة نفسها. اوكي، هنا عندي برضو صورتين حلوين قوي، لوحتين جمال عاملين زي اللي هي الحاجات الجبلان اللي بتتعلق على على الحيطان، نفس الرسمة. هنا دي مناديل مش ورق زبدة. فبرضو بدهن الورنيش. انا هنا دهنت الازازه بقى هي الورنيش، عشان طبعا ورق المناديل خفيف. بدهنها كويس جدا، وبعدين بشيل الزوائد اللي عليها من الورنيش. هتشوفوها دلوقتي. هي ماشي الحال جميلة جدا، بس لو كانت أكبر شوية، التربيعة بتاعتها كبيرة شوية، كانت هتبين، هيبقى بقى في مساحة حلوة قوي إنها تبين الشغل اللي عليها. طيب أنا حلو قوي إن أنا لزقت كده صور. هنكمل بإيه؟ هنكمل بورق مناديل المطبخ، أو ورق مناديل عادي اللي هي من علبة المناديل. بناخد الورنيش، بنحط المنديل، وبن بنكشكشه كده شوية علشان يديني تأثير حلو. بلزق من تحت. هنا طبعا في لخبطة شوية، بس ما حبيتش اشيلها يعني في المونتاج. آه حطيت المنديل، ومن تحت ومن فوق كده ورنيش، وبيدي تأثير حلو قوي لما نكشكشه كده. بيدي بعد ما ينشف بيدي تأثير حلو قوي، هتشوفوه دلوقتي معايا. هعمل كده التلات ازايز نفس الطريقة دي. بنحط اللوحة وبنلزقها كويس جدا، وبعدين بنكمل بورق المناديل زي ما انتم شايفين كده حتت. انا بكمل ليه؟ علشان انا عايزة تأثير حلو. ونمسح طبعا المكان اللي في النص ده، علشان هو ده ايه اللي هيبان. اوكي، بعد ما لزقنا المناديل هبدأ ان انا اخد طبعا الحتت اللي هي المكشوفة فوق. طب انا لزقت المناديل هنا ليه؟ انا عايزة تأثير حلو، ما يبقاش ناعم املس كده. انا عايزة اعمل حاجة برضو تكون زي انتيك شوية، تكون فيها تأثيرات وملامس كده خشنة وحلوة. هنا دي الإزازة التانية، هبدأ ان انا برضو اعملها زي الأولى. بعد ما تخلص الازازه او الثلاث ازايز بعد ما يخلصوا، هنا طبعا انا هعمل غلطه غلطه كبيره جدا، ان انا وانا سرحانه كده ابدا اقفل الازازه كلها. طبعا انا هنا مش دريانه ان الازازه نفسها، ان انا لازم اخلي اتجاه مكشوف. فطبعا عجباني انا الموضوع قوي، عجبني. فقعدت اقفل كله طبعا. ما رضيتش اشيلها برضو في المونتاج، عادي جدا. آم، بس بعد يعني بعد ما انتبهت بقى فشلتها. المهم هو ده شكل الازايز بعد ما خلصت ونشفت خلاص. اوكي،
هبدأ بقى ان انا اخد اللون البني، قبل اللون البني طبعا هاخد هنا عجينة السيراميك، وهاخد القوالب بتاعتي، وهبدأ اعمل زخارف كده حلوة، تكون من تحت الازازة ومن الجناب، بحيث ان انا اداري الشكل الورق ده، واديها برضو كده حاجة تكون ايه يعني، حاجة ستيل كده، حاجة عتيقة شوية. ادي العجينة طبعا انا جايبة الشريط ده، والله ما فاكرة جايباه من مين، يعني مش فاكرة، تقريبا من موري، تقريبا كده، موري اسكندرية. فهنعمل، عملت الدانتيل من تحت، وهبدأ اخد برضو مولد تاني، واعمل هنا بلزق بالغيرة عادي، انتوا عارفين طبعا عجينة السيراميك بتتلزق ازاي. والله الازايز دي لما بتتزين حلو بتبقى في منتهى الجمال، يعني لما بتحطيها كده بتزيني بيها النيش، المطبخ، بدل ما تترمي هي والبرطمانات، بنزين بيها بتبقى شكلها حلو برضو يعني، ظريفة. وممكن بقول لتلامذتي كمان، لو انتوا حابين ان انتوا تطبقوا على التكنيك، طبقوا على الازايز، على البرطمانات، على الاطباق، على اي حاجة ممكن تكون عندكم يعني استخدمناها وخلاص هنرميها، ما نرميهاش ونطبق عليها ونستخدمها كمان للزينة. هنا هبدأ اخد بقى زخارف كده حلوة، ازين بيها الجناب. بعد ما زينت بقى الجناب كده بالعجينة السيراميك، بصيت لورا كده، حسيت انها ورا ايه، سادة قوي، بالذات اللي هم المربعين، لقيتهم سادة قوي من ورا، فجبت ستانسل، وعملت اشتغلت عليهم بالمعجون والستانسل. طبعا انا ما اشتغلتش على المستديرة دي، لان طبعا الستانسل كان هيقرفني جدا في حتة الدوران دي، فما اشتغلتش بصراحة عليها. او كده نشفت الحاجة، نشفت عندي، ابتديت ان انا اعمل درجة البني. انا كنت جربت ان انا الون درجة كده زيتي، لكن طلعت مش ظريفة، فقلت ان انا هعمل خلاص درجة البني، بني واخدة حتة ايه، لون اسود. بوريكم طبعا درجة اللون، وهنا انا عملت زي ما قلت لكم الستانسل، كل ده هيتضح دلوقتي، هيبان الحاجة وهي اللون لسه طري، ما بيبانش خالص. ركبت لهم بقى فوق كده من الحرف هنا، طبعا خدت فرشة كمان لونها بلو كده، لونها ازرق، وادي الذهبي كمان، وعملت تأثيرات كده من فوق بعد البني ما نشف. عملت طبعا لما تشوفوها دلوقتي هقول لكم شوية ستراس من فوق، وشوية واللي هي المولدات اللي هي اللي اسمها ايه، اللهم صل على النبي، اللي هي السيليكون، عملت لهم بوز كده، هتشوفهم دلوقتي في العرض. فكرة بسيطة، وحطيت لها نور. النور ده جبته من عند عبير بسيوني، حبيبة قلبي وتلميذتي الجميلة، شايفين شكلهم بقى عامل ازاي، وحطيتهم ببوليستر فوق كده، ادى شكل حلو قوي، واتمنى يعجبكم، وميرسي قوي، واستنوني في فيديو جديد وفكرة حلوة، وقولوا لي بقى في الكومنتات عجبتكم الفكرة ولا ايه، ولا قولوا لي بقى رأيكم.